وكده حبايبي في الله. تمام. العجينه بتاعت القراقيش خمرت، انا بدات اقطع فيها عشان انا خدت منها كتله اهيت، خدت منها حته. الحته ديت هنبدا نبرم فيها وهوريكم ازاي. يعني احنا دلوقتي هنعملها كده، هعملها معاكم خطوه بخطوه عشان تعرفوا ازاي نقطعوها. بصوا كده انا عملت لكم بالعرض. تمام كده احنا بفردها على الشكل كده، شكل طولي بالمنظر ده. وبعد كده بنبدأ نفردها بايدينا كده عشان تبقى سمك، السمك بتاعها على قد بالظبط الحدود بتاعت صوابعنا كده. بقعد افرد فيها كده لحد ما اخليها كلها متساويه. متساويه منين؟ التخانه بتاعتها تبقى كلها تخانه واحده، علشان لما نبدا نقطع الصوابع يبقى كل الصوابع زي بعض، مش واحد تخين ولا واحد عالي وواحد نازل، لا لازم يبقى كله قد بعض. هنقعد نفرد كده. تمام نفردها بعد كده نقطعها صوابع. هنقطع بالسكينه كل واحده لوحدها كده زي ما انتوا شايفين. انا سويتها بالسكينه تمام، وهي كده اهوت مفروده تمام. هنبدا نقطع مع بعض ونشوف الطريقه بتاعه التقطيع اهي. طبعا ديت اول حته مش هنعمل بيها حاجه. بسم الله. ممكن انتي تقطعي على ما انتي بتحبي، انا مثلا بحبها مش عريضه قوي وبحبها رفيعه. انا بصي انا قطعت شويه عراض وشويه رفيعين. اهم حاجه ما تسحبيش قوي السكينه، تكون حاميه. وهنسيبها بقى تخمر. معلش سامحوني انا واخده دور برد بقى ما شاء الله عليا، فالجو ما شاء الله مش عايز يرسلوا على حل كده. اخر واحده بس. هنبدا بقى هنرصها في الصينيه اللي هتخمر وتخمر عليها. هنسيبها شويه عشان تخمر. تمام. ما بدهنش وشها اي حاجه، هي كلها بتحمر قدامك على يعني قدام تحت الشوايه. اهي السماكه بتاعتها بصي مفرغه ازاي ما شاء الله عليها، ولسه كمان لما تخمر. وادي كده التانية، العمود التاني اللي عملناه تمام اهوت. برضو التقطيع نفس التقطيعة تاني. انا بعيد معاكم اهوت يا جماعة التقطيعة. انتوا اللي بتتحكموا في السمك بتاع القرقوشة. بسم الله. جماعة تاني بفكركم دوت مع مطبخ ماما سكر، قناتي على اليوتيوب. تمام. والله هتفرحوني بكومنتاتكم، لو في حتى كومنتات سلبية انا متقبلاها. لو في اي حاجة اي تعليق منكم هيفرحني وهيسعد قلبي. وعلى التيك توك نفس الكلام، قناة ماما سكر. تمام. برضو نفس حبايبي على التيك توك دايما مفرحيني ودايما عاملين لي لايك وبيشيروا الفيديوهات. فبإذن الله ربنا يتقبل منا كلنا العمل الصالح لوجه الله. تمام كده هوت. خلاص احنا قطعناها تمام. انا برصها في الصينيه لحد ما تخمر، وبعد ما تخمر ان شاء الله ارصها في الصينيه الصاج اللي انا هحطه في الفرن.